هذا عمي المعطي، في عمره 67 سنة، رجل من عامة الناس، مزوج وعنده وليدات وحتى الحفايد ما شاء الله. الخدمة نتاعو دابا متقاعد، ولكن هذه قبل 34 سنة عمي المعطي كان خدام حارس ليلي في واحد المنشأة كهربائية تابعة للدولة. يعني كان خدام في الوزين تاع الضوء كيف تنقولوا حنايا بالدارجة المغربية ديالنا. يقول المعطي حياتي كانت مزيانة الحمد لله، وغادي مع الدنيا بداك الشيء اللي قسم الله تعالى. تزوجت ودرت ولادي كاملين وانا خدام في هذه الخدمة والوظيفة اللي طبعا كانت عندي. الحمد لله كانوا عندي 3 تاع البنات وزوج وليدات، وفي هذا الوقت اللي تنحكي قصتي راهم كاملين مزوجين وبوليداتهم ولله الحمد. كاين اللي عايشين معنا هنا في المغرب، وكاين اللي عايشين في ديار الهجرة. عندي بنت مزوجة في كندا، وعندي بنت تانية مزوجة عايشة في فرنسا. ما تبقى كلهم عايشين ومزوجين هنا في بلادهم. الروتين تاع خدمتي كان غادي بنفس الوتيرة، تنخدم كل ليلة من 7 نتاع الليل حتى 7 نتاع الصباح، ونهار السبت كان عندي راحة. وفي بعض المرات راه كنت تنقلب انا وصاحبي وتنرجع انا نخدم النهار وهو يرجع يخدم الليل. وبحكم السنوات اللي دوزت فيها السربيس نتاعي في هاد الوزين، رجعت حافظه شبر بشبر لدرجه غيتزاد غارولو نتاع الضوء او ينقص تنعرفه. كان عندي بيت نتاع الناس اللي كان خاص بالحراسه، تنتناوب عليه انا والصديق نتاعي في الخدمه. عندنا فيه البوطات، تلفازه صغيره 14 الا باقيين عاقلين عليها، وثلاجه صغيره ومججله، وحتى فراشنا اللي كنا تتكاو عليه. وكانت عندنا واحد المكتبه صغيره فيها مجموعه نتاع الكتب، القران الكريم وادعيه وحتى جورنالات قدام اللي كان يجيبهم الصديق نتاعي. وضروري راه كانت عندنا سجاده على من كنا تنصليو. المهم كيف ما قلت كانت الامور عندنا غاده عادي، وضابط اموري انا وصاحبي. الليل نتاعي كان تيدوز بين جولات على اللوزين وفي يدي البيل، وبين تنقرا القران الكريم، وبين تنقرا شنو جاب صاحبي من الجرائد والمجلات والكتب، وبين مرات تلقاني شاعل التلفازه، وبين مره ثاني تلقاني شاعل الراديو. وكان عزيز عليا الصراحه الراديو، وكنت نفضله اكثر منين تيكون عندي الليل. وفي بعض المرات منين تكون الامور هاديه وطبيعيه وما كانت حتى شي حاجه، او منين نعرف باللي الدراري بيرمانونس نتاع الليل ما غيخرجوش وما غيجيوش اللوزين، كان الناس في بلاصتي عادي وبلا ما يكون حتى شي مشكل. وفي بعض المرات واخا تنديروا الاحتياطات نتاعنا الله يسمح لينا، ونكون ناعس حتى نسمع الدراري عند الباب تاع اللوزين تيكلاكسونيو، جايين ياخذوا الكاميون تاع السربيس والدوزان اللي غيحتاجوه لديك الخدمه اللي جاتهم على غفله. وغالبا كانوا تيجيو بحال هاد الخدمات نتاع الغفله منين تكون شي شتا قويه او ريح قوي. وفي بعض المرات كيوقع عطل كبير في شي حي كامل اللي يستدعي الخروج العاجل نتاع الدراري. هاد الشيء تنعاود لكم في بدايه التسعينات فين كان غير البوطو د الخشب هو اللي بزايا في المغرب. فهكا كان اللي نتاعي تيدوز، وغدوز الايام والشهور والسنوات، وباقي عاقل غتجي واحد الليله في الصيف اللي غنجي باش نشد على صاحبي فيها السربيس، وغنلقاه تيمسح وجهه والعنق نتاعو بفوطه من العرق اللي كان نازل عليه وبقوه. مالك ياك لاباس السي احمد؟ جاوبني. غا كنت نجمع داك الخش والورق اللي عند الشجره اللي في الدخله، حيت تما كيكون الظل هابط عند هذا الحيط، وكان بغي نتكا تما، ولكن من قوه النمل والحشرات اللي تجي من هذه الشجره والو واش تنجلس في خاطري. رديت عليه عندك الصح، وحتى انا راه كنخرج الحاف والراديو بالليل، ولكن كنبقى مبرزط مع هذه الحشرات وخاصه الناموس اللي كيجيو من هذه الشجره. فكرت كاع نجيب سداري د الخشب على قبلهم، وهو يرد عليا السي احمد ايوا شنو غنديروا؟ واخا تجيب سداري هما راهم تابعين الشجره. صافي السي احمد لبس حوايجو وهز البيكالا نتاعو، قال لي تصبح على خير والله يعاونك واش غادي. بعديها من بقيت غير بوحدي بقيت تنفكر، وجاتني واحد الفكره للراس، ويا ريت ما طبقتها ولا اصلا ظهرت لي هذه الفكره في الراس، حيت من تما كاين غنجبد على راسي البلا والمصايب اللي كنت الصراحه في غنى عليهم وبعيد عليهم تماما. بقيت نقول كيفاش هاد الحشرات اللي ما لقينا راحتنا معاهم، وصاحبي مسكين مقبيله وهو مع هاد الخش والورق، وشوف حالته كيف ولات. علاش ما نحييش انا اللي داير هاد السبب في مره وجامع الحشرات علينا واللي هي الشجره. وفعلا غندخل الديبو نتاع الوزين وغنجيب شاقور ونبدا نضرب في ديك الشجره. عاقل غنضرب 6 أو 7 تاع الضربات وهي يدي غتعواج ليا في البلاصه، بحال الا شي حد شد يدي وهو يلويها ويرجعها للور. هنا انا وقفت وبديت نقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم، وهو انا مازال مصدوم وما فاهم والو. فقلت ربما
عادي راه ما موالفش، وحيت اصلا ما موالفش مع الشاقور ولا نحفر هكا بالفاس ولا بالشاقور، وربما من راني حتى بارد، فربما علاش وقع لي هذا الشيء ويدي تلوات. صافي بقيت نحرك في يدي شويه، نسرحها الفوق نسرحها لتحت، صافي حسيت راسي شويه وحسيت حتى الجسم تاعي سخن بهذه الحركات. صافي رجعت هزيت الشاقور وبديت نضرب. الضربه الاولى الضربه الثانيه غنلقى راسي طايح مجبد عند العتبه نتاع البيت نتاع الحراسه. وباش تعرفوا بين الشجره وبين العتبه قريب من 5 متر. كيفاش حتى جيت تم وشكون ضربني اصلا الله اعلم. نط وانا والله كل رعب وقلبي تيضرب ووالو واش تلفت جيت الشجره. غندخل جرى للبيت نسد الباب والشرجم، واخا كان الصهد وديك سيدي سخانه في ذاك الوقت، وطحت في بلاصتي مجبد. وانا تنبدا نعاود هاد الاحداث اللي طرات لي غادا بشويه واللي عندها تفسير واحد، وهو راه الجنون كاينين هنا حدا ديك الشجره. بقيت على ديك الحاله وبقيت تنقرا في القران وانا مجبد في بلاصتي، وشويه وبحال اللي غادي نسمع شي صوت جاي من برا، وهو تيبان لي خيال او ظل بحال الا تيمشي ويجي بالزربه عند العتبه نتاع الباب. من قوه الخلعه اللي كانت فيا انا تيتسحب ليا احمد صاحبي، ارجع نسى شي حاجه ولا بحال ما هكا. نسيت باللي اصلا كل واحد فينا عنده الدوبل نتاع المفاتح نتاع الباب الكبير. فبقيت تنهيض حمد، واش حمد هذا؟ والو، واش جاوبني شي حد. صافي هنا انا عرفت هذا ماشي حمد، هذا شي حد اخر. وشويه وانا نسمع الدقان في الباب. هنا تجمدت في بلاصتي وعرفت شي حاجه نتاع الشر هذه لاحقه عليا، وهو داك الدقان غيسكت وغنبقى نسمع ونشوف بحال الا شي حد تيحل ويدور البوانيه نتاع الباب، وهي الباب كتفتح وبقى السكات ما تنسمع والو. وكانت عندي شي حاجه لداخل كانت تفرق بين الخوف نتاع الشفاره وبين هذا الخوف اللي تنحس به دابا، اللي كان باين باللي هادو الجن اللي تيديروا معايا هكا ماشي الشفاره. هنا بالخلعه شعلت التلفازه وعليت ليها في الصوت، وشويه وتنسمع الشاقور اللي كنت تنضرب به بحال الا شي حد تيحكو ولا بحال الا تيمضيه على الحيط نتاع البيت نتاعي. انا بقيت تندعي الله يا ربي واش هاد الليله، وتنهضر مع راسي وتنقول يا المعطي اش درتي لراسك، يا المعطي اش درتي لراسك هاد الليله، اش من بلا جبدتو على راسك، اش بينك وبين شي جنون. بعديها غتولي ديك الباب اللي عاد دابا تفتحات غنسمعها تسد وتزدح بقوه كبيره بزاف لدرجه صدري بغى يخرج من بلاصتو بالخوف والخلعه نتاع ديك الزدحه. بعديها منين تسدات الباب ورجع السكات غنسمع بحال شي حد تيتمشى لداخل في الكولوار اللي فيه بيت الحراسه، والداخل في الكولوار على اليمين كان ديبو نتاع الماتيريال الصغير. بعديها منين تسدات الباب ورجع السكات غنسمع بحال الا شي حد تيتمشى لداخل في الكولوار اللي فيه بيت الحراسه، والداخل في الكولوار على اليمين كان ديبو نتاع الماتيريال الصغير والغالي في نفس الوقت. هنا بقيت تنسمع الخطوات نتاع اللي كان يتمشى غدا وتبعد، ومن الخطوات نتاعو باين باللي الراجل كان ضخم وثقيل وشاد الارض. صافي حسيت بحال الا بعد، قلت غنحل الباب نتاع البيت ونطل نشوف شنو كاين، ويا ريت كون كاع ما طليتش، حيت انا يلا مع غنفتح الباب مع غنلقى داك الشيء في وجهي والعياذ بالله. راه نعيا نوصف لكم صيفته وخليقته كيف ما داير ما غنقدرش نوصفه 100%. كان وجهه كحل وبحال الا محروق ولا ممسوخ وداير عمامه خضراء على راسه، وهيني ما كانوش بحالنا فيهم الابيض والكحل، لا كانوا كلهم بيضين. فانا غاشوف داك المنظر المرعب ما غانعماش براسي حتى غنقلبها، صدقوني غوات وبكى بحال المرأة. جيت طايح على الركاب نتاعي في الارض من قوه المنظر والرعب اللي شفته في وجه هذا المخلوق. عليت راسي لقيت راسي غاب بوحدي وذاك المخلوق مشى. هنا صافي بقيت تنهضر مع راسي وقلت خاصني نخرج من هنا باش ما كان مانيش عارف الى ناس هنا هاد الليله شنو غيطرى لي. دخلت البيت نتاع الحراسه، هزيت المفاتح نتاع الباب الكبيره وجيت خارج. كان بين الباب الكبيره وبين البيت الحراسه واحد 300 متر، وانا في طريقي وهي غتشدني واحد الرجفه وواحد البروده، مع انه كنا في عز فصل الصيف وكانت الحراره. وهنا غنسمع بحال الا صوت الوالد تيعيط عليا بسميتي. تلفت ورايا وهو الصوت كان جاي من بيت الحراسه. بقيت مصمك في بلاصتي وبحال الا عقلي طرف عليا وانا نقول يا ربي اجاب الوالد لهنايا عندي في هذا الليل وهو راجل كبير في العمر. فانا على نيتي بقيت تنقول ليه الوالد با، وهو تنسمع المعطي اني هنا رجع ولدي،
وهي بحال عقلي رجع ليا وانا نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا راه ماشي الوالد. صافي تميت غادي جهه الباب الكبير وهو من بعيد تيبان لي بحال الا خيال، وظل نتاع راجل واقف عاطيني بالظهر. وقفت بلاصتي وهذاك الخيال بحال الا تلفت جنب وهو يصدق ذاك المخلوق اللي خرج لي قبيله وشفتو عاد دابا عند بيت الحراسه. عرفتو غام العمامه واللحيه نتاعو. هنا صافي من قوه الرعب اللي كنت فيه صافي بقيت تنغوت بصوت عالي وتنقول شكون انت وشنو باغي مني؟ وكلت عليكم الله تعالى ما تأذيونيش، وكلت عليكم الله تعالى ما تأذيونيش، ها العار انا من هاد الليله ما غتشوفونيش هنايا. وانا تنتكلم حتى غنسمع صوت نتاع دري صغير تيبكي بكى كان قوي وشديد بحال الا طاح او تضرب ولا بحال ما هكا جاني من الصوت نتاع البكاء نتاعو، وبحال الا معاه الام نتاعو تتحاول تهدن فيه باش ما يبقاش يبكي. والمرعب في هادشي اخوتي هو انه الصوت كان جاي من جهه الشجره اللي كنت قبيلات جالس تنضرب فيها بالشاقور باش نقطعها، وطرا معايا ما طرا. وهنا اللي غيوقع معايا وغنعاود لكم ربما غيجيكم بحال شي فيلم تاع الرعب، ولكن راه بصح وقع معايا انا شخصيا. اللي وقع هو انه ذاك الراجل بقى واقف عند الباب وانا تنشوف فيه، ولكن في نفس الوقت غنلقى صوته عند ودنيا وتيهضر معايا. قال لي واش عرفت راسك شنو درت الماطي او لا؟ وانا نقصح قلبي ونجاوب والله ما عرفت شنو درت وما عرفت شنو هاد الشيء اللي طرا وداز عليا دابا في هاد الليله. وهو يرد عليا انت راك تعديت علينا. قلت ليه باش وكيفاش؟ قال لي تعديت علينا منين ضربت الشجره وبغيت تقطعها، والضربه نتاعك راه جات في ولدي وهو دابا بين الحياه والموت، وإلا صار حتى ولدي مات راه غنقتلك بدمه وناخذ بدارو، وإلا عاش اقل شيء غنديرو معاك وغنعذبك ونمرضك في حياتك، واخا غتخرج وتمشي من هنا غنتبعك فيما كنت وفيما مشيت. رديت عليه كنطلب منك السماح وراه والله ما درتها ليه ولا ليكم عن قصد، وما كنتش عارف باللي انت كاين تم انت وعائلتك. وهو يرد عليا انتوما بنو ادم كلكم هكذا وكلكم حتى تطفر حتى تقولوا نفس الكلام. انا رديت عليه اسمع سيدي انا راجل متقي الله وتنعرف بيني وبين الله تعالى، وإلا أنت من الجن وتتقول باللي أنا ضربت لك ولدك وهو دابا بين الحياة والموت بسببي أنا، فأنا نعم الشجرة ضربتها، ولكن واش كنت قاصد نضرب ولدك ولا نأذيه؟ طبعا لا. وهنا تنسمع صوت جاي من الجهة فين سمعت الصوت نتاع الولد والمرأة، ولكن كان تاع راجل تاني وكان صوته بحال راجل كبير في العمر وهو يقول تشارع انت وياه حرموت عند القاضي يفصل بيناتكم، حتى الراجل عنده حجته معاه تشارعوا عند القاضي احسن. وهنا الجن اللي كان لابس العمامة وعنده اللحية واللي عرف دابا باللي سميته حرموت غينتفض ويغضب وبنبرة قوية ومرعبة أكثر هذه المرة وهو يقول لا طار ولدي ودم ولدي ناخذه بيدي أنا، ما كانش علاش نمشيو عند القاضي. وهنا تاني غنسمعوا صوت مرأة اللي هي أم الولد ومرات حرموت وهي ترد عليه حرموت سمع الكلام باك، شوفوا القاضي هو اللي غيفصل بيننا وبين الماضي. الصراحة أنا هنا خايف ومرعوب ومفزوع من هذا الشيء اللي تيطرى وتنشوف بعينيا وتنسمع بودنيا، ولكن راه الصراحة وحق الله الذي لا رب سواه إذا كان عندي إحساس أو شي حاجة كانت لداخل عندي باللي غنسلك منها ونخرج منها سلامات. باش وكيفاش الله أعلم. هنا غنشوف جهة حرموت وهو يبان بحال هبط راسو وبقيت تنسمع الأنفاس نتاعو من بلاصتي، واخا هو كان بعيد عليا شاف فيا وشاف جهة الشجرة وهو يقول واخا نمشيو عند القاضي. هنا أنا قلت مع راسي واش هاد القاضي راه حتى هو في الشجرة ولا هنا في الوزين نتاع الضو في شي بلاصة ما شايفهاش أنا وغيجي عندنا باش نتشارعوا معاه، ولا غيقولوا لي صافي تا الصباح ونمشيو عنده تسحب ليا بحال القاضي نتاعنا كيف ما تنتشارعوا حنايا في المحاكم نتاعنا. ولكن اللي كان جاي وغنشوفه ما كانش عمرو تيدور ليا في العقل نتاعي ولا في البال نتاعي غنعيش بحاله في حياتي. وانا واقف تنشوف جهة حرموت حتى نلقى الراجل اللي كان تيهضر
وقف عليا وغنشوفو مباشرة قدامي. كيف توقعت كان راجل كبير في العمر، وحتى هو لابس عمامة وعليه بحال السلهام، وعنده لحية حتى هو في وجهه، وملامح وجهه كاع ما كانت تتبان. وهو غيشدني من يدي وغيقول لي زيد معايا من هنا. تمشينا غير خطوات وهو يقول لي سد عينيك وعندك تفتحهم حتى نقول لك. سديت عينيا وهو بقى تيتمشى بيا، وهو غير خطوات تاني وهو غيقول لي افتح عينيك المعطي وتبعني وما تبحلقش بعينيك بزاف الناس اللي هنايا. تبعني غا انا بقيت من ورا هذا الراجل الكبير، ومره تنخطف او تنسترق شوف بعينيا من اليمين ومن جهه اليسار، وهما دوك الناس كلها وفين كاين تيجري وفين غادي وكيف عايش بحال الى مدينه نتاعهم عايشين فيها، وتنسمع حتى الصوت نتاع الاولاد نتاعهم وهما تيلعبوا. تمشينا حتى غنوصلوا لواحد الدار بحال الى مبنيه بالطين ومسقفه بالخشب، يعني بحال الى قديمه. وهو داك الراجل اللي مشيت معاه وهو يقول لي ابقى هنا سايني حتى نرجع عندك. وقف عند الباب وهو دق، فتحوا ليه وهو يدخل. بقات ماكين قريب شي 3 نتاع الدقائق وهو يخرج عندي وشير لي بيديه اجي دخل. مشيت جهه الباب، دخلت معاه وسدت الباب من ورانا، وحنا دخلنا لديك الدار وهي لقاوها عامره بالرجال وجالسين بحال اللي عندهم شي عشاء او مناسبه او فرح بحال ما هكا. وكان حتى صوت النساء جاي من بيت اخر. وهاد الدار باش تستوعبوا وتعيشوا معايا مزيان شنو شفت من برا، كانت تتبان لي صغيره ودار عاديه وقديمه بحال دوك الديور اللي عندنا دابا اصلا في الاطلس ولا في الجنوب نتاعنا. ولكن الداخل منين دخلت والله نعيا نوصف لكم ما غنتوفقش باش نوصف داك الشيء اللي شفت بعينيا بدقه، حيت شفت تريات كبارين والفراش كان باين فاخر وعالي الجوده بحال الا مصايب بالصوف ولا من الحرير، يعني بحال ما هكا انايا على ما شفت بعينيا، ولكن كان باين فاخر وعالي الجوده. والاثاث والمخاد كان كل شيء نقي وزوين، والدار كيف ما قلت كانت واسعه وكبيره، وحتى البيوت كانوا فيها بزايف وكبارين وكانوا تيجلسوا على الارض، يعني تفريشه عربيه. ومول الدار كان باين كان هو القاضي نتاع الجن اللي جينا لعنده. وحنا داخلين لداخل تنسمعوا صوت نتاع الدف والغناء نتاع النساء، وبحال الا كانوا تيشطوا. والنساء باش تفهموا واحد الامر راه ما شفتهمش الصراحه من غير صوتهم، حيت كانوا معزولين بوحدهم وما مختلطينش رجال. وحنا تنتمشاو وغنلمح ولاد صغارين تينقزوا يلعبوا ودايرين حلقه على واحد النار شاعله. وشويه غنلقى راسي مع داك الراجل اللي جيت معاه. دخلنا لواحد البيت اللي كان فيه الرجال، وكانوا تقريبا غير الناس الكبارين في العمر ولابسين الاسود بالزايف، من غير واحد الراجل اللي كان كبير في العمر وكان عليه بحال نقولوا هيبه ووقار، وكانت عنده لحيه بيضاء وطويله وداير عمامه كحله، والناس بحال الليله دايره ومتحلقه عليه. وكيف قلت غير هو اللي كان لابس الابيض في وسط ذاك المجمع، وغنعرف باللي هذا هو القاضي اللي جينا عنده. وهنا وفي لحظه غيتقدم الراجل اللي جيت معاه اللي هو بات حرموت، وغيتكلم مع القاضي في ودنه، وهو تيتكلم معاه والقاضي تيشوف فيا بعينيه. عرفت باللي بات حرموت تيهضر له عليا. انا صافي رجع ركبني الخوف والرعب منين شفتو تيشوف فيا بدوك الشوفات ودوك النظرات. قلت مع راسي مشيت فيها وتحد ما غيجيب خباري هنايا، وهنا غيوقع العجب العجاب واللي غادي يعطيني جرعة امل باللي اللي جاي فيه الخير ان شاء الله. مهم جاني بحال داك الاحساس اللي جاني باش عرفت غنمشي عند القاضي، حيت هنا غيشوف فيا القاضي ويهز راسو وعينيه جهتي، وهنا كل شيء كان تيسمع ويشوف جهة القاضي شنو غيقول. القاضي هنا شاف فيا ويقول اسمع المعطي، ما عندك مناش تخاف ولا تطرعب، وتأكد باللي في المحكمة نتاعي ما غيضيع لك الحق، وفي نفس الوقت ما كان تهاونش مع الظالم ومو الباطل. المعطي يقول، وهنا القاضي غينادي ويعيط ويقول حرموت زيد هنا بين يديا. فراه من اللي جينا حتى لدابا عاد غنشوف حرموت فين كان، ولا فوق جا ولا كان هنا قبلنا الله اعلم. وغيعيط عليا القاضي حتى انا
قرب هنا المعطي، قربنا عنده وهو غيسول حرموت الاول شنو بينك وبين هذا الراجل. رد حرموت هو ضرب لي ولدي بالشاقور وهو دابا بين الحياه والموت. هنا القاضي قال لي شرح لي مزيان المساله ديالك كيفاش ضرب ولدك. رد حرموت هذا سميتو المعطي، وهاد الليله جاب شاقور وبدا تيضرب في الشجره اللي فيها الدار نتاعي انا وولادي ووالديا وخوتي من هذه سنين قبل ما يكون حتى حد. فمنين كان تيضرب في الشجره واحد الضربه غتجي في ولدي وغتجي الدقه والضربه بين كتافه، وهو دابا طايح في الفراش يا يعيش يا يموت. وانا الصراحه كنت مخيرو بين امرين، بين الى مات ولدي غنتقم ليه وناخذ ابثارو ونقتلو، او الى عاش غنعذبو ونمرضو في حياته كيف ضرب لي ولدي واذاه. ولكن راح حتى الوالد وموت الولد عرضوا عليا باش نمشيو عندك ونتشاروا عندك هنا في مجلس القضاء، ومنعوني ما ندير والو حتى نعرضوا عليك القضيه نتاعنا. هنا القاضي غيتلفت جهتي وغيقول لي شنو تتقول في هذا الشيء اللي قال حرموت في حقك. قلت ليه نعم سيد القاضي، قال لي قال حرموت كله صحيح وحق. بقاو تيتعجبوا فيا وبقاو تيشوفوا فيا بنظره استغراب، وانا نكمل هضرتي وانا نقول للقاضي غير هو انا والله العظيم ما كنتش عارف باللي ولد حرموت كاين تماكين في الشجره. كل ما كنت باغي ندير وكنت باغي نحيد ونقطع ديك الشجره حيت كانت جامعه علينا الحشرات بزاف وكنا متآديين منهم. فانا تنضرب بالشاقور غتعواج ليا يدي، قلت يمكن غير تشنج عضلي ورجعت كملت. ولكن هاد المره منين ضربت في الشجره ما غنعباش براسي حتى غنلقى راسي مهزوز ومليوح بالضربه في السماء حتى ما غيشدني غا الحيط. هنا القاضي شاف حرموت وهو يقول ليه انت اللي ضربته؟ جاوبوا حرموت الاولى كان ولدي والثانيه انا اللي رميته منين جاب الضربه نتاع الشاقور في الولد. هنا القاضي غيجمع الكلام وغينطق ويقول هاد الليله العرس نتاع بنتي، ولكن واش غيمنعني باش نقضي بيناتكم؟ الا هاد الشيء حرام ولا يجوز في شرع الله تعالى. هنا خوتي منين انا سمعت هاد الكلمات من فم القاضي ما تصوروش شحال فرحت وشحال زاد املي في الله تعالى باللي غيفرجها الله تعالى عليا وهاد الليله، حيت عرفت باللي القاضي مسلم وحتى هاد الجن مسلمين. هنا القاضي قال الاب حرموت اللي جا معايا خذ المعطي وسيروا للبيت المجاور يضيفوكم ويكون خير ان شاء الله. وقال حرموت سير جيب لي ولدك دابا هنا عندي باش نشوفوا بين يديا. رد عليه حرموت غنمشي دابا نجيبو لك. دخلت انا واب حرموت لديك البيت ويا لقينا شي رجال جالسين وكانوا واحد جالس حدا الاخر، ولكن اللي لاحظت انه حتى حد متى يهضر مع الاخر اللي في جنبه، يعني غا جالسين واش تيهضروا بلغه صامته واش تيهضروا بالتخاطر ولا بالافكار الله اعلم، ولكن هذا الشيء راه هو اللي شفت بعينيا. مهم شويه وهو واحد منهم جاب لينا الشاي ومعاه التمر، كلينا واخا الصراحه ما كانت بنا في داك الشاي ولا داك التمر، وغايدوز غا شويه نتاع الوقت وواحد تيطلع علينا في ديك البيت وغايعيط علينا جي وراه القاضي تيسينكم. دخلنا البيت اللي كان فيه المجلس نتاع القاضي وهو نلقاو حرموت ومعاه الابن تاعو. الولد نتاع حرموت كانت عنده بين 17 سنه 19 سنه على حساب ما كان يبان لي في الشكل والصفه نتاعو، وكان داير ضماده بحال الفاصمه على الجرح اللي كان عنده في الكتف نتاعو. وهو القاضي سول ولد حرموت وقال له واش فعلا الضربه اللي فيك سببها الضربه نتاع الشاقور؟ جاوبوا نعم سيد القاضي، واللي ضربني هو هذا الراجل، وكنت عطيته انذار باش يمشي ويتخلى على هذا الامر نتاع يقطع الشجره، ولكن والو رجع تاني وضرب بالشاقور. وهنا القاضي سولو سؤال تاني وقال له وباش تحس دابا؟ قال لي عندي الم كبير وحتى يدي ما تنحسش بها ولا تنقدر نهزها ولا نحركها. هنا القاضي غيهضر مع واحد اللي كان في جنبه وملاصق معاه، هضر ليه في الودن تاعو بشي كلام كان غابيناتهم،
وهو ناض ذاك الراجل وخرج من البيت، وما غادوش حتى 10 تاع الثواني وهو غير رجع ذاك الراجل اللي كان هضر معاه القاضي ومعاه راجل تاني جا معاه، قربوا حتى وصلوا عند القاضي. هنا القاضي غيشوف ذاك الراجل اللي عاد جا دابا وقال ليه شوف الحاله نتاع هذا الولد. هنا الراجل بدا تيحيد الضماده، يعني الفاصمه اللي كان داير الولد على الجرح نتاعو، وبدا تيشوف الجرح وبدا تيضغط على شي نقاط في الجسم نتاع الولد اللي كانت بعيده تماما على البلاصه فاش كان مجروح الولد. انا استغربت من هذا الشيء، ولكن من بعد عاد غنعرف باللي هذا راه طبيب نتاعهم والعلاجات نتاعهم ماشي بحال العلاجات نتاعنا. المهم من بعد غيطلب الطبيب من الولد باش يسرح يديه مزيان وطلب منه يوقف، وبعدها قال ليه صافي جلس. انا القاضي غيشوف جهه الطبيب وغيسولو شنو بان ليك في الحاله نتاع هذا الولد. هنا عرفت باللي مصير حياتي واقف على الجواب نتاع الطبيب، وهو يرد عليه الطبيب الحاله نتاعو مزيانه وغيتعالج ويرجع مزيان قبل ما يتم القمر ويكتمل ان شاء الله تعالى. قال لي القاضي يعني يقدر يعيش وما يموتش بسبب هذه الضربه؟ رد عليه الطبيب لا باذن الله، وغنبدا مع العلاج من هاد الليله. هنا القاضي هز راسو بحال الا تيقول واخا، وهو شاف فيا وفي حرموت وهو يقول دابا ما بقى غير حكامي وهو اللي غنطق به دابا. اسمع المعطي، انت راك بريء من هاد التهمه حيت ما درتهاش عن تدبير وتخطيط، درتها بالخطا، ولكن عليك كفاره نتاع الاديه اللي اديت ولد حرموت بالخطا. والكفاره هي انك في كل ليله في ديك البلاصه عند الشجره من بعد اذان العشاء غتلوح العظام نتاع الغنمي ولا الدجاج ولا بقري، وما يهمش يكونوا بالزياف ولا قليل، غير اللي كان عندك. مهم في كل ليله لوح اللي قسم الله تماكين. هادشي غادي ديرو لمده 7 ليالي، وهذه غتكون هي الكفاره نتاعك مع ولد حرموت. وحاجه ثانيه غتبقى في الخدمه نتاعك، ما كانش اللي غيخرجك ولا ياديك تم، وبعد من ديك الشجره في مره. وانا نجاوب هنا القاضي قلت لي انا غنسى باللي كاين تماكين شجره اصلا. وهو غيشوف القاضي في اب حرموت وقال ليه هرد المعطي لاهله وهم كانوا. هنا غيشدني بات حرموت من يدي وخرج بيا من الدار، وتمينا راجعين من طريقنا حتى وصلنا لواحد الزنقه كانت بحال مظلمه بزاف، ويقول لي غمض عينيك المعطي. غمضت عينيا، تمشينا غا شويه وهو يقول لي افتح عينيك راك وصلت. حليت عينيا وانا نلقى راسي لداخل عند باب لوزين فين كان حرموت واقف معرض ليا في الاول. فهنا ما تصوروش باش حسيت وانا رجعت للدنيا نتاعنا من بعد ما كنت في عالم تاني ما يعلم به غير الله تعالى، عالم نتاع الجن. فاحمدت الله تعالى وحسيت بواحد السكينه والطمأنينه ولله الحمد. دخلت لداخل البيت وانا تنشوف الساعه نتاع الحيط تلقاها قريب من 4 نتاع الصباح، وانا تنتذكر هذا الشيء وقع يا الله ما كانش حتى 8:30 نتاع الليل صافي. وهو شويه وغيأذن اذان الفجر، توضيت وصليت وجلست تنقرا القران وتنذكر الله تعالى حتى طلع النهار. وجا صاحبي هزيت الصاك نتاعي اللي تنجيب معايا كل ليله فيه ماكلتي وشرابي وما غنقول لصاحبي حتى شي حاجه. سلمت عليه الله يعاون وهزيت البيكالا نتاعي ومشيت لداري. وصلت للدار فطرت لي قسم الله وطحت خشبه الناموسيه بحال الا ما ناعش هذه 3 ليالي وما غنفيق حتى العصر. فقت توضيت صليت وغودت على مراتي لاش ما فيقتونيش. قالت لي وراه عييت ما نفيق فيك وانت تقول لي بلاتي شويه خليني غنزيد شويه. قلت لها انا؟ قالت لي انت المعطي. قلت لها اعطيني نتغدى بعدا. وانا نتفكر هنا العظومه وانا نقول لها اجي بعدا درتي اللحم؟ قالت لي كاين اللي كتب الله. قلت لها واش اللحم فيه العظم؟ قالت لي فيه العظم. ياك لاباس المعطي حالك ما عجبنيش شي باس ما كاين؟ قلت لها لا ما كاين والو غير واحد الكليب مسكين جبته راه في الوزين وبغيت ندير فيه شويه خير في سبيل الله ونديرو شويه عظام. وقلت لها بقيت ديري ديما اللحم ومعاه العظومه باش نبقى نلقى ما ندير الكلب مسكين. قالت لي صافي واخا ما يكون غير الخير وفي سبيل الله. رديت عليها في سبيل الله وراه تينبح بالليل معاوني على العسا والخدمه مسكين، يعني حتى هو داير بلاصتو الصراحه في الوزين. صافي بقيت في كل ليله منين تنمشي للخدمه تنساين غير يأذن المؤذن تاع صلاه العشاء بشويه وتنخرج دوك العظومه اللي جبت وتنحطهم عند الشجره كيف ما دار معايا القاضي. درت هذا الشيء لمده 7 نتاع ليالي.
كيف جا في الكفاره نتاعي عند القاضي، ولا غدا ليه في الليل وانا في الخدمه مع ديك 11 ونص نتاع الليل غيجيني الناس وندخل لبلاصتي والناس، وانا ناعس تنشوف في المنام نتاعي بحالي لا انا تاني في المجلس نتاع القاضي نتاع الجن، وهو يقول لي المعطي انت في حل، المعطي الله يهنيك. فقت مدهوش من هذه الحلمه اللي شفت دابا، وعرفت باللي هذه الحلمه كانت رساله من القاضي نتاع الجن ليا انا. صافي بعديها رجعت الامور عاديه كيف الاول، وما نكتبش عليكم هاد التجربه والاحداث او هاد القصه اللي دازت عليا مع الجن زادتني ايمان اكثر وعلاقتي قوات اكثر بالله تعالى، ورجعت محافظ على قراءه القران الكريم. واكثر من هذا غنحفظ كتاب الله تعالى في اقل من عامين، حيث استغليت وقت الفراغ اللي كان عندي بالليل وحتى في النهار وانا في الدار. ومن بعدها سبحان الله، وهذا الشيء من تدبير الله عز وجل ليا وكرمه عليا، غنتلاقى واحد الاخ اللي كان صديق ليا في الطفوله وفي ايامات المدرسه نتاع الابتدائيه. هذا الاخ كان امام مسجد وداعيه الى الله تعالى، وتيعالج الناس من السحر والعين والمس، يعني كان راقي شرعي، غير انه ما كانش مفرغ لهذا الشيء او هذا الامر، تيرقي غير مره وصافي، وما كانش تيشترط على الناس. فرجعنا علاقتنا انا والاخ مزيان، ورشدني في طريق نتاع حفظ القران الكريم، واعطاني شي كتب نتاع السيره النبويه والصحابه، وبعديها قصص الانبياء، وبعديها بقيت تنتعلم الفقه، وكان هو اللي تيرشح لي الكتب والمتون اللي نشري. والحمد لله من بعد سنوات تعلمت وتفقهت بداك الشيء اللي خاصني نعرفه. صافي من بعدها بديت تندعي الناس الله تعالى اللي في المحيط نتاعي، بديت مع الاهل نتاعي والابناء نتاعي والعائله نتاعي والجيران اللي كانوا معايا او كانوا ملازمين البيت نتاعي، والحمد لله كان قبول في كلامي، وهذا الشيء من فضل الله تعالى عليا، حتى غنرجع داعيه الى الله تعالى ولله الحمد. كنت ندير دروس دعويه في المساجد، وكرمني الله وحجيت ودرت شحال من عمره، حيت رجعت ندير مطوف مع احدى الشركات نتاع الاصفار، وهذا الشيء الاخ الصديق هو اللي رشحني لاحدى الشركات. والخدمه نتاعي او الوظيفه نتاعي كحارس في لوزين بقيت فيها غير شنو هو، رجعت نخدم الاغلبيه بالنهار على ود البرنامج الدعوي اللي كان تيكون عندي في ذاك الشهر او في ذاك الاسبوع، وحتى في الخدمه وخارج الخدمه كل شيء تيعيط ليا غا الحاج المعطي او با المعطي. بعديها غنبقى مره يعيط ليا الصديق نحضر معاه جلسات نتاع الرقيه، حيت كانوا عندي شي تساؤلات، فكان تيعيط عليا باش نحضر ونشوف معاه بعينيا. بعديها غنبدا نطالع مزيان على هذا المجال، وغنلقاه عامر بالمغالطات اللي لقيتها عند الناس. وفي واحد الليله عاقل حتى غنسمع الدقان نتاع الباب نتاع الدار، غنفتح الباب غنلقى جاري عند الباب، مالك فلان اش واقع؟ قال لي الحاج المعطي جري معايا للدار، بنتي تتغوت وبحال فيها شي جن ساكنه. قلت لي صبر عليا غنتوضا ونجي معاك، حيت هذا هو سلاحي. توضيت ومشيت مع الجار للدار، وبديت تنقرا على البنت، وتصرعت وبدات تتكلم، وحضر الجن اللي كان عليها، وقال وانا مازال باقي عاقل، قال بلي هي حرقاتني خوات عليا المسخون في المرحاض. فبقيت تنقرا ودرت معها شحال من حصه حتى خرج منها الجن وتعالجات البنت ولله الحمد. وما تصوروش شحال كانت الفرحه نتاع عائله جاري وحتى بنتهم اللي كانت مازال صغيره في مقتبل العمر. فمن هنا جاتني الفكره نتاع ندخل المجال الرقيه، ولقيت باللي راه ممكن نفيد الناس في هذا المجال، وحتى الفقيه او الراقي الصديق صاحبي شجعني على هذه الخطوه، وقال لي انا تيعجبني منين تلقى هذا المجال نتاع الرقيه والعلاج فيه اخوه فاهمين مزيان هذا الدومين ومتقين الله تعالى، خير ما يعمروه السحره والمشعوذين والدجالين. وغدو السنين عليا وانا على هذا الروتين بين الخدمه والوظيفه نتاعي، وبين الدعوه الى الله تعالى، وبين الرقيه نتاع الناس، وبين كمطوف بالناس في موسم الحج والعمره في رمضان. حتى غتجي واحد الواقعه اللي غترجع لي ذكريات حرموت والقاضي، وديك الليله اللي دوزها عند الجن، وشنو شفت وشنو سمعت وانا عندهم.
ولكن هاد المرة غيكون فيها يحرائيل ولدو سحطوط، وغتكون ليها قصة وأحداث جديدة مع الجن. الخوت كيف ما سمعتوا، وهاد المرة فيها الرعب وفيها الجن حاضر بقوة، وغنشوفوا كيفاش غنرجع نتلاقى مع الجن من بعد كل هاد السنين اللي دازت، وغتكون ليا معاهم جولة تانية. شنو غيطرا وشنو غيوقع ليا في هاد الجولة التانية مع الجن، هادشي وغيره من الأحداث القوية والمرعبة هي اللي غادي تشوفوا معايا كاملين بإذن الله تعالى في الجزء الثاني من هاد القصة، واللي غتصدموا فيه أكثر وأنا متأكد من هادشي، حيت الرعب والجن غيكونوا طالعين فيه بزاف. وحتى لهنا غيكون الجزء الأول من قصة خونا الحاج المعطي كملات وسالات، وحتى الجزء الثاني بإذن الله ونكملوا باقي الأحداث نتاع هاد القصة. كيفاش ممكن للماضي اللي يسحب ليك داز ودفنته غيرجع من جديد ويحل عليك الباب، وكيفاش ليلة وحدة دوزها المعطي في المحكمة ديال الجن في ذاك الوزير القديم ضده تكون هي الخيط اللي غيجر وراه أشرس وأعتى قبائل الجن من العالم الآخر. الخوت اللي عاشوا عمي المعطي في ذاك الوزين ضده في بداية التسعينات مع حرموت وولده اللي تضرب بالشاقور، والصلح اللي داز عند قاضي الجن، كيبان غير مجرد نزهة دازت قدام هذه الجولة الثانية والواقعة الجديدة اللي غيعيشها دابا. والمرة الأولى ماشي هي المرة الثانية، المرة الأولى كان المعطي غير حارس ليلي درويش وتالف ومخلوع وجاهل، ما عارف والو على هذا العالم وما عارف والو على دينه. ولكن هذه المرة المعطي رجع الحاج المعطي داعية ومثقف ومتفقه في الدين تاعو، ورجع راقي شرعي محصن بكتاب الله وسلاحه الوضوء والأذكار. وكيف وعدتكم في الجزء الأول باللي هذه المرة غيكون فيها الجن حاضر وبقوة، وغنشوفوا كيفاش غيرجع الحاج المعطي يتلاقى معاهم وجها لوجه من بعد هاد السنين كاملة اللي دازت، وغتكون ليه معاهم جولة تانية اللي تتخوف بصح، حيت غيتلاقى فيها بالضبط مع يحرائيل وولده سحطوط. الرعب والجن غيكونوا طالعين في هذا الجزء بزاف، وغتصدموا من الأحداث اللي وقعات وجاية في الطريق لعمي المعطي. يقول الحاج المعطي دوزت سنين طويلة وأنا خدام بنفس النظام اللي حكيت لكم عليه من قبل، بين خدمتي في لوزين بالنهار وبين الدروس الدعوية والرقية الشرعية اللي كان عاون بها الناس لله وفي سبيل الله. حياتي كانت غادة هادئة ومزيانة ومستقرة ولله الحمد. ولادي كبروا، وكيف قلت لكم كاين اللي تزوج ومشى للخارج وكاين اللي بقى هنا في البلاد. كنت ديما تنظن باللي هذيك الليلة القديمة مع حرموت وقاضي الجن في ديك الشجرة صافي تطوات صفحتها وما بقاش عندها حتى آثار، حتى لواحد النهار فصل الصيف غيجي عندي صاحبي الفقيه والداعية اللي حكيت لكم عليه، اللي وجهني لطلب العلم والتفقه في الدين، وكان هو السبب نتاعي باش دخلت في مجال الرقية الشرعية. جاء عندي المسجد مرسلة العصر وبان لي وجهه ماشي هو هذاك، بحال إلا هز الهم لشي حاجة ثقيلة وخايبة. جلسنا في واحد الزاوية في المسجد وهو يتلفت عندي وقال لي الحاج المعطي كاين واحد الحالة عيطوا لي عليها شي إخوة وبغيتك تحضر معايا وفي هاد الليلة. الحالة ماشي بحال الحالات العادية اللي كنشوفوا ديما ديال المس والعين البسيطة، هذه حالة ديال شاب من أطيب خلق الله، ولكن اللي عليه ماشي جن عادي. هادشي اللي فيه تيتكلم بنبرة وتيهدد ويتوعد. وزاد في الحصة ذكر سميتك انت بالذات الحاج المعطي. انا غير سمعت كلامه حسيت بواحد تبوريشه واحد القشعريره دازت في الحمي كله، كيفاش جن متلبس في شاب ما كان عرفوش يذكر سميتي انا بالذات. قلت ليه بسم الله الرحمن الرحيم، كيفاش ذكر الاسم نتاعي السلفقي وانا اصلا ما عمرني شفت هذا الشاب ولا نعرف عائلته ولا هو اصلا يعرفني. رد لي الفقيه بصوت ناقص وغابلاتي وهو يقول لي الجن اللي على هذا الولد كيدعي باللي هو من ذرية ملوك الجن، وقال باللي جاي يتواجه معاك في مواجهة صريحة. قال باللي المرة الأولى سلكتي مع القاضي وحرموت حيت كنتي جاهل وما عارف والو،
ولكن هاد المرة الحساب غيطوال. هنا عرفت باللي هاد الشيء ماشي صدفة، وباللي الأيام اللي دازت وهاد السنين كاملة كانت هي غير هدوء قبل العاصفة، وباللي العالم الآخر باقي عاقل على المعطي الحارس اللي ضرب الجني بالشاقور عند الشجرة. ولكن الفرق الكبير هو أن المعطي ديال اليوم ماشي هو المعطي ديال البارح. من بعد ما خرج الفقيه من المسجد بقيت جالس في بلاصتي بوحدي، والأسئلة تتاكل ليا في دماغي. شنو جاب هاد الجن المجهول ليا أنا بالذات؟ علاش ذكر سميتي وتحداني وأنا أصلا ما عمرني شفت هاد الشاب ولا سمعت به؟ وشنو العلاقة اللي تقدر تكون بين هاد الشاب الدرويش وبين الماضي ديالي القديم في لوزين ومحكمة الجن؟ هاد الأسئلة كاملة غنلقى الجواب ديالها في هاد الليلة العاصفة. وصلات 9 الليل، قديت راسي، توضيت وضوء كامل وتحصنت بالأذكار وأدعية الرقية، وخرجت نتلاقى مع الصديق الفقيه باش نمشيو لدار داك الشاب. الدار كانت في واحد الحي قديم وشعبي، والأزقة والزناقي ديالو مازال عاقل عليهم، مظلمين والدروبة مضيقين بزاف، كيزيدوا يحسوك بواحد الرهبة والشك في المكان اللي انت غادي ليه. غير وصلنا للباب وركبتني واحد الخلعة غريبة ما عمرو حسيت بداك الإحساس. فتح لينا الباب أب الشاب، واللي كان راجل كبير في العمر، عينيه باين عليهم الحزن والهم اللي هد الظهر نتاعو، وكان هاد الشي باين وواضح عليه. دخلنا لواحد الصالة واسعة، ولقينا الشاب مشبد فوق واحد السداري، والغريب أنه لقينا يديه ورجليه مكتفين ومقيدين مزيان بالخيط والقنبة نتاع الحولي، حيث العائلة ما بقاتش قادرة مازال تحكم في الحركات والأفعال اللا إرادية ديالو. كان شاب في عمر الزهور، شي 27 سنة، ولكن الملامح ديال وجهه كانت متغيرة كليا. عينيه تيدوروا بالزربة، وشنايفو بانوا ليه زرقين بحال الا ملسوع بالبرد، واخا حنا كما قلت لكم في الصيف والحرارة كاينة. غير دخلت انا والفقيه وجلسنا حداه. الشاب بدا يدير فيا واحد الشوفات بعينيه، وكان مركز معايا غير انا بالذات. بدا يتبسم واحد الابتسامة خبيثة ومستفزة، عينيه تحلو كثر من القياس، وصدرو بدا يطلع وينزل بواحد النشيج مرعب، بحال صوت القدرة اللي يتقلى فيها الكاوكاو عند مول الزريعة إلى لاحظته. مهم بحال ما هكذا كان الصوت نتاع الصدر نتاعو وهو كيتنفس يطلع ويهبط النفس. مهم كان هكا باش الصورة توضح لكم مزيان. صاحبي الفقيه جلس على جنب الشاب وحط يدو على الجبهة نتاعو، وبدا يقرأ سورة الفاتحة وآية الكرسي بصوت مرتل وفيه خشوع. ولكن غير وصلنا لآيات السحر، الشاب بدا يتنفض بواحد القوة غريبة لدرجة السداري نتاع الخشب بدا يتهز من الأرض، والحبال اللي رابطينهم به كانوا قريب ما يتقطعوا. وفي لحظة حاسمة تغير الصوت ديال الشاب كليا، وغيخرج من حنجورته صوت ثقيل وغليظ ومبحوح. صوت باين باللي ماشي ديال هاد الشاب. شاف في السقف نتاع ديك الصالة وهو يضحك بواحد الضحكة هيستيريا، وما بغاش يوقف من الضحك. وكان شكل الشاب صراحة تيخوف وهو تيضحك بديك الطريقة الغريبة. من بعد دور وجهه عندي مباشرة، وشاف فيا بواحد الشر اللي كان باين معينيه قبل وجهه ولسانه، وهو يقول: أهلا بالحاج المعطي، الراقي الشرعي والداعية. كبرتي وشرفتي يا المعطي، ورجعتي محصن وتصلي وتشد كتاب الله. ولكن واش يصحاب ليك باللي يحرائيل وسحطوط نساوك؟ واش صحاب ليك باللي ديك الهربة اللي سلكتي بها عند القاضي في ديك الشجرة القديمة غتكون هي النهاية؟ يقول المعطي: أنا هنا حافظت على الهدوء ديالي وما بغيت نبين حتى ردة فعل. وقلت ليه بصوت ثابت وقوي: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. شكون انت؟ وشنو باغي من هذا الشاب الضعيف اللي ما دار ليك والو؟
رجعات ديك الضحكة المرعبة كتردد في حيطان ديك الصالة، وقال لي: أنا سحطوط بني إسرائيل، وأنا ما جيتش لهنا غير هكذاك. فهمتنا الحاج المعطي؟ هاد الشاب المظلوم داروا ليه السحر الأسود شي ناس من عائلته باش يدمروا ليه حياته، وأنا الجن الموكل بهاد السحر. ولكن ملي قبلت الخدمة ما كانش غير على ود السحر، كان حيت با يحرائيل اللي هو من أعتى ملوك الجن حراسة للأماكن القديمة، وكان مراقب الخطوات نتاعك من النهار اللي خرجتي فيه من ديك المحكمة. أنا استغربت وقلت ليه: ولكن المحكمة حكمات عليا باللي أنا كنت مخطئ وما درتش داك الشيء عن قصد وعن عمد، ودرت الكفارة ديال ولد حرموت، والقاضي طلق سراحي وقال لي: أنت في حل من هاد الشيء، كيفاش الأب نتاعك يحرائيل باقي متبعني؟ رد عليا سحطوط وهو كيعوج وجهه بطريقة اللي الصراحة كانت تتخوف وتتخلع، وهو يقول لي: القاضي حكم بشرعه وفي محكمته هو، ولكن أبي إسرائيل كيشوف باللي بنو آدم كاملين خاصهم يدفعوا الثمن. أنت تعديتي على حرموت وعائلته وضربتي ليهم ولدهم، وإسرائيل دار قسم في ديك الليلة حتى يرجع ليك الدين، ماشي قتلك، ولكن بأنك تشوف الناس اللي تتعالجهم تيتعذبوا قدام عينيك بلا ما تقدر دير ليهم والو. وهذا الشاب هو أول هدايا إسرائيل ليك الحاج المعطي. ورجع تاني دار ديك الضحكة المرعبة هو تيشوف فيا وبحال إلا تيستفزني. هنا عرفت باللي القضية ماشي مس ولا سحر عادي، وعرفت باللي هاد المواجهة أكبر من أنها مجرد حالة رقية أو حصة رقية لعلاج مريض. هذه معركة مفتوحة بين إيماني وتوحيدي والرقية نتاعي وعلاجي للناس، وبين الانتقام والشر ديال قبيلة سحطوط بني إسرائيل. مهم غير كمل سحطوط كلامه وطلق ديك الضحكة الاستفزازية، شفت فيه بتابات وبقوة الإيمان اللي كانت معمرة ليا قلبي، حيث أنا كنت متوكل على الله عز وجل. ومنين قلبي عامر بالإيمان ومتوكل على الله تعالى، أعطاني واحد السكينة اللي خلاتني ما نتهز ما نزعزع ولا تحرك فيا شعرة قدام هاد التهديدات نتاع سحطوط. وبنبرة واثقة وصوت قوي وحاد رديت عليه في ديك الصلاة وقلت له: خسئت يا سحطوط، أنت وباك إسرائيل وكل جنودكم صحاب ليك باللي الحاج المعطي باقي هو داك الحارس المخلوع اللي كان في لوزين. أنا اليوم واقف هنا بسلاح وكلام الله عز وجل، ولا أنت ولا إسرائيل ولا اللي معاكم تقدروا تضروا شي حاجة فيا ولا في هاد الناس اللي معايا إلا بإذن الله. تلفت بعينيا جهة صاحبي الفقيه وغمزت ليه، حيت فهمنا باللي اللحظة الحاسمة بدات. قربت من الشاب وحطيت يدي اليمنية فوق راسه، والفقيه جلس في الجنب الثاني وبدا يقرأ سورة الأنعام بصوت مرتل ومؤثر. وأنا في ديك اللحظة غمضت عينيا واستجمعت كل خشوعي وبديت تنقرأ سورة الفلق والناس وآيات إبطال السحر، وتردد: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. قد تنكرر فيها وبصوت عالي، وكانت كل كلمة كتخرج من لساني بحال الجمر على هذا الجني سحطوط. الشاب بدا يترعد وينقص، وصدره بدا يطلع وينزل بواحد السرعة غير طبيعية، ودوك الحبال نتاع القنبة صدقوني اللي كان مربوط بيهم بدا عليهم الضغط مع الاحتكاك حتى كانوا قريب ما يتقطعوا. سحطوط بدا تيدور في عينيه في ديك الصالة بحال شي وحش حصل في مصيادة وما لقى منين يخرج، وديك الضحكة الخبيثة اللي كانت في وجهه غبرات تماما،
وبدا يتكلم ويصرخ على لسان داك الشاب بواحد الغوات وواحد الصراخ يدخل العظم قبل القلب بالخلعة والخوف من داك المشهد المرعب، بحال الصوت ديال شي حد تيتشوى بالنار. الله يستر ويحفظ، وما قادش يتحمل الصهد والحرارة نتاعها. أنا والفقيه زيرنا عليه الطرح، وبدينا نرفعوا الصوت بآيات التحصين وإبطال السحر. وكل ما كنقربوا يدينا من صدر الشاب كلما سحطوط تيزيد يتختنق ويبدا يترجى ويقول بواحد الصوت ضعيف ومبحوح: بركة بركة السي المعطي، حبس هاد الكلام، راه العافية شعلات فيا وفي جنودي. قلت ليه وأنا باقي حاط يدي ومتبت عينيا فيه: ما غاديش نحبس حتى تخرج من هاد الشاب المظلوم وتكشف على هاد السحر الأسود فين مدفون وشكون اللي داروا له. سحطوط بدا يغوت وعينيه زادت حمارت بزاف، وهو ينطق بصعوبة كبيرة وقال: هاد السحر ماشي سحر عادي المعطي، هذا سحر ربط قديم خدموه شي ناس من عائلة هاد الشاب باش يربطوه ويقطعوا ليه ميمونو والسعد ديالو في مرة، ودفنوه في شي أطلال قديمة وخاوية. وبا يحرائيل هو اللي حاط الحراسة الشديدة على ذاك المكان، حيت عارفك في شي نهار غاد جيت بغيت تفك هاد اللعنة وهاد السحر. أنا والفقيه بقينا معجبين ومستغربين من هاد الكلام، حيت عرفنا باللي الخيط ديال هاد القصة ماشي غير جلسة رقية وتسالي في ديك الليلة، هادي بداية ديال طريق غتدينا لشي بلاصة مهجورة فين تيسايلنا يحرائيل والقبيلة ديالو أو الجنود اللي معه. العائلة اللي كانت برا في الكولوار غير سمعت هاد الصراخ وهاد الرعب بدات الأم نتاع الشاب تبكي وتدعي، وباه واقف عند الباب يديه تيترعدو، حيت هاد الشيء تيتعدى الجهد نتاع أي إنسان عادي. ولكن أنا والفقيه زدنا زيرنا الطرح مزيان هاد المرة، وكلما سحطوط بدا يحاول يقاوم ويستعرض القوة نتاعو كلما كنا نزيدو نرفعوا الصوت بآيات التوحيد والتحصين وإبطال السحر، وكنا تنفتو على الوجه نتاع الشاب بالماء المقري اللي فيه الرقية، حتى بدا سحطوط يحس باللي الجسد اللي هو فيه بدا تيضياق عليه، وباللي العافية نتاع القرآن بدات تتوصل للأعماق نتاعو وتيتآدى منها. سحطوط من اللي يحس بالعافية نتاع كلام الله بدات تتحرق فيه وفي الجن اللي معاه، وباللي الجسد نتاع داك الشاب ما قادر يتحمل، بدا يفركل بواحد القوة أكثر من الأول، وبدا يحرك يديه ورجليه بواحد الحركة قوية وسريعة حتى كانت عاود تاني القنبة اللي مربوط بها قريب ما تقطع. دور عينيه فيا أنا والفقيه وبدا يخرج من الحلق نتاع الشاب واحد الصوت اللي كان في شي شكل وكان غريب بزاف، بحال صوت شي مريض غاطس في المرض والمعاناة نتاعو، وقال بصوت اللي كيرتعد وباين عليه الخوف: بركة المعطي، بركة انت وداك الفقيه، هاد الجسد راه غيموت بين يديكم، والعافية نتاع كلامكم راه شعلات فيا وفي اللي معايا. انا غنخرج دابا، ما باقيش مازال نزيد نجلس في هاد الجسد، وما بقيتش قاد نزيد نتحمل صهد وحرق القرآن ليا. ولكن سحب ليك باللي هذه هي النهاية المعطي، إلا هذا السحر الأسود راه مردوم في أطلال وخربة قديمة في اللي عطاهم نعتها سحطوط، وقال لهم فين جاية بالضبط، وقال لهم أبي حرائيل راه واضح حراسة على ذاك المكان حيت عارف غاتجي باش تفكوا، وقال لهم أبي حرائيل راه واضح حراسة على ذاك المكان حيت عارفك غاتجي باش تفكوا. إلا كنتي في حل من الجريمة اللي درتي في عائلة حرموت بحال اللي قال عليك القاضي، تبعني تماك وتما غيتلاقاك باي حرائيل براسو. غير كمل كلامه وتنهد واحد التنهيدة وهو يطلق الجسد نتاع الشاب في مرة واحدة حتى طاح على السداري بحال شي جثة هامدة. رجع السكات مخيم والدار
والمكان كله رجع فيهم واحد الهدوء اللي ما كانش قبل ما نبداو هاد الحصة، بحال إلا كنا في عاصفة وخرجنا منها. أنا والفقيه حطينا يدينا على العنق نتاع الولد ولقينا التنفس ديالو بدا يرجع شوية بشوية، ولكن كان سخفان وشحفان وعرقان بحال إلا كان تيعوم من قوة هاد الحصة وما داز فيها مع الجن سحطوط. الأب قرب عندي وهو تيترعد وشد في يديا وقال لي: الحاج المعطي، واش ولدي تسالات محنتو وصافي داك الشيطان مشى في حاله؟ شفت فيه بحزن ولكن بيقين وثبات وقلت له: سي البشير، هل الجني راه خرج مؤقتا حيت حرقوا القرآن وصرفوا، ولكن هاد الشيء غير مسكنات وصافي، حيت العلة مازال ما زولناها، والسحر الحقيقي واللعنة الكبيرة راه باقا مردومة في شي بلاصة مهجورة وخالية، وإلا ما مشيناش لتماكين وفكينا ديك العقد من الجذور نتاعها راه غيرجع يصرعو ويتكرفص عليه ويسكن فيه ويتصرف كيف ما بغى، وممكن يأذي الابن تاعك أكثر من الأول. هذه راه معركة كبيرة بين التوحيد وبين أعتى قبائل الجن، ودابا لازم علينا نكملوا طريقنا حتى الاخر. الفقيه دار عندي وغمزني براسو بحال الا تيقول لي انا موافق، وقال الاب والاخ نتاع داك الشاب قادوا هاد الولد ولبسوا ليه حوايجو، وغدا ان شاء الله الصباح غنرجعوا لكم ونمشيو بالطوموبيل كاملين لنفس البلاصه المهجوره اللي نعت عليها سحطوط باش نقطعوا الشك باليقين. طلع النهار نتاع غدا ليه وقديت اموري، توضيت وصليت الفجر وقريت اذكار الصباح كامله، وكان يقيني في الله تعالى كبير. خرجت نتلاقى مع صاحبي الفقيه وقصدنا الدار نتاع عائله الشاب كيف اتفقنا معاهم البارح. غير وصلنا لقينا الاب نتاعو سي البشير وولده الكبير واجدين وتيسينونا، والولد المريض متكي في الصاله باقي تيبان عليه العيا والشحوفيه نتاع الحصه د البارح، ولكن الحمد لله شويه بالمقارنه مع الحاله اللي كان فيها مع سحطوط. مهم لبسوه حويجاته وخرجنا كاملين، قصدنا الطوموبيل نتاع الاب اللي كانت واقفه عند الباب. ركب الفقيه قدام حدا السي البشير اللي كان تيصوب ويديه باين عليهم التوتر والهم نتاع ولده، وانا جلست في الكرسي اللوراني وجبت داك الشاب في الوسط بيني وبين خوه الكبير باش يبقى تحت من عينينا. مهم خرجنا في ذاك الصباح على بكري، الطريق كانت مازال باقي خاويه والضباب نتاع الفجر باقي نازل على الجناب نتاعها، وكلما كنا كنبعدوا على العمران والبني والمدنيه كلما الهدوء نتاع ديك الطريق كان تيجيب معاه واحد الهيبه والرهبه. في ذاك الصباح الشاب كان متكي راسو على خوه ساكت وكاع ما تيتكلمش، وخوه مازال باقي عاقل شاد ليه مسكين في يده وتيدعي الله تعالى وحنا في الطريق. الاب كان تيشوف في المرايه القداميه مره بحال الا تيقرا في الوجه ديالي واش فيه شي خوف ولا تردد مني، بحال ما هكا قريت انا ديك الشوفات والتصرفات نتاعو. قلت ليه بصوت خافت وغبلاتي وموزون باش هكا نطمنوا شويه: سي البشير، خلي قلبك معلق بالله تعالى، احنا ماشيين بنية صادقة وسلاحنا هو كلام الله تعالى، وما حدنا متحصنين بالتوحيد وبلا إله إلا الله أراه لا سحطوط ولا يحرائيل ولا الجنود ديالهم كاملين اللي على وجه الأرض ما يقدروا يضرونا بشي حاجة إلا بإذن الله. رد عليا الفقيه وهو متلفت عندي: كلامك جوهر الحاج المعطي، أعطاك الله الصحة وبارك الله لك في علمك، وهذا هو المعقول والمظنون فيك. مهم بقينا غاديين في الطريق شي ساعتين نتاع السوق حتى طلعت الشمس وكمل القدرون ودخلنا في واحد الطريق نتاع لابيست والحجر، والغبار بدا يطلع مع الروايد نتاع الطوموبيل، وبقى يبان لنا غير الشجر نتاع الشوك والخلا في الجناب، حتى بدات تبان لنا من بعيد ديك الخربه والاطلال القديمه واقفه وسط داك الخلا والقفار. وهو يقول لي: يا صاحبي الفقيه، ها انت السي المعطي، ها البلاصه اللي نعت لينا عليها عدو الله سحطوط البارح راه هيه قبله،
تتبان أطلالها من هنا، وتتبان غا خربة قديمة خاوية. غير قال لي صاحبي الفقيه ديك الكلمة وشير بيدو لجهة الأطلال. سكتنا كاملين في الطوموبيل واحد شوية، نزلنا كاملين والبيبان تاع الطوموبيل ملي سديناهم صدقوني أثر الصوت ديالهم في داك الخلا كان بحال شي ضربة قوية. مهم بحال ما هكا حسيت أو جاتني هاد الفكرة. واش هادشي حسيتو غير أنا ولا حتى صاحبي واللي كانوا معايا؟ الله أعلم. تنعطي إحساسي وشنو أنايا حسيت به في ديك اللحظة. المكان كان خالي كيف ما قلت لكم غير الشوك، والردم تاع الحجر والحيطان تاع ديك الدار القديمة المبنية بالطوب والحجر واقفين بحال شي إشارة على الماضي. وخا أن الشمس كانت طالعة والنهار باين، إلا أن المكان كان فيه واحد السكات غريب وواحد التقولية اللي تقبض منها القلب ويتزير. خرجنا الشاب المريض من الكرسي الوراني، كان باقي سخفان وميت بالنعاس والعيا. شدوا باه سي البشير وخوه الكبير من يديه بجوج وهازينه، حيتاش رجليه ما بقاوش كاع مازال يعني مسكين قادر يوقف عليهم. زدت انا والفقيه وتعاوننا كاملين وخرجناه من الطوموبيل. بعديها زدت انا والفقيه لقدام وبدينا نقربوا من ديك الدار القديمه، وكلما كنا تنزيدوا نقربوا من دوك الحيطان تاع الطوب والحجر اللي قداموا وتشقوا مع الزمان، كلما كنت كنحس باللي الجو بدا يتقالد بصح، وباللي واحد الخلعه واحد التبوريشه غريبه بدات تدوز ليا في لحمي كامل. وحسينا باللي المكان عامر وفيه الجن، والحراس نتاع يحرائيل كانوا باينين وحسينا بهم في ديك البلاصه. وقفنا في الدخله نتاع الدار القديمه، شفت في الفقيه وشاف في السي البشير وولده الكبير، وقلت لهم بصوت هادي وموسى: بسم الله توكلنا على الله سيادنا، هذا المكان خاصو يطهر بكلام الله هو الاول باش نقطعوا القوه والطريق على اي حاجه مخبيانا. دخلنا لوسط ديك الخربه اللي كانت عباره على دار قديمه مبنيه كيف قلت لكم بالطوب والحجر، السقف ديالها طايح فيه غير النص اللي باقي مازال واقف، والارض نتاعها عامره بالتراب والحجر والاعشاب ودوك النباتات اليابسه اللي تيطلعوا في الخلا. تفرقنا انا والفقيه في المكان. انا مشيت لواحد القنت نتاع الدار، وصاحبي الفقيه قصد القنت الثاني اللي مقابل معايا، والسي البشير وولده الكبير جلسوا في الوسط وشادين ذاك الشاب بيناتهم حيت باقي مسخسخ ورجليه ما هزينه. في ديك اللحظة رفعت أنا والفقيه الآذان في نفس الوقت، خرج الصوت نتاع الآذان بحال شي رعد تيزعزع دوك الحيطان نتاع الطوب والحجر في وسط ديك الدار وداك الخلا. غير سالينا الآذان كل واحد فينا أبقى واقف في القنت ديالو، وبدينا نقراو القرآن بصوت عالي وجهوري. الفقيه بدا تيقرا سورة الصفات، وأنا في القنت ديالي تنقرا سورة البقرة وآيات التحصين ونرفع التكبير. بقيت كنرفع صوتي بالقرآن وندور بعينيا في القنات نتاع الدار وفي الحيطان المتشقين، تنتسناو نشوفوا واش غتوقع شي حاجة، واش كاين شي تجاوب ولا شي حركة في المكان. ولكن الغريب هو أن الخربة كانت ساكتة كليا في وسط واحد الصمت والسكون اللي كان تيبين باللي كاينه شي حاجة غتوقع وجاية. ما كان لا صوت ولا حتى حركة، وحتى الريح ما كانش سبحان الله. مهم كان واحد الهدوء مريب مخيم على ذاك المكان، واللي ما كناش عارفينه هو أنه كان مجرد هدوء اللي تيكون قبل ما تضرب العاصفة. ملي شفنا باللي المكان بقى ساكت وما كاين حتى تجاوب من بعد الآذان والقرآن، عرفت باللي السحر كاين هنا ومدفون ومربوط في شي حيط هنا، وأن الحراس نتاع إسرائيل دايرين الرصد ومخبيين تيساينوا الفرصة المناسبة. قربت عند السي البشير وولده الكبير وقلت لهم: نزلوا الولد يتمدد هنا في الأرض وسط الخربة. نزلنا الشاب ومدوه فوق التراب نتاع ديك الدار القديمة. جيت أنا من جهة راسه والفقيه جلس حدا رجليه، وحطينا يدينا عليه وبدينا نقراو القرآن بنبرة وحدة وصوت مرتفع.
قرينا سورة الفلق وسورة الناس وآيات إبطال السحر، وكلما كنا نرفع الصوت كلما ذاك الشاب بدا ينتفض وعينيه بداو تيدوروا بالزربة ووجهه بدا يتحول ويكحال كليا، مسكين في واحد المنظر اللي كان فعلا تيقطع القلب، بحال إلا شي ظل كحل نزل عليه وغطى ليه اللون نتاعو الطبيعي والأصلي حتى رجع أسود وكحل. كان ذاك المنظر سبحان الله عمري شفتو في جميع الحالات اللي دازوا عليا في الحصص تاع الرقية، وما عمري ننسى ذاك المنظر. وفي لحظة حاسمة الشاب تسرع في مرة وخرج من صدره واحد الفحيح بحال الفحيح نتاع صوت الأفعى، وتغير الصوت ديالو لصوت غليظ وفيه واحد الشر وغضب مرعب اللي زعزع الحيطان تاع ديك الخربة. صوت ماشي نتاع سحطوط، صوت كان هاد المرة في شي شكل. شوفات الشاب تحلو بواحد الشر غريب وتيشوف السقف وهو يخرج داك الصوت وقال: وصلت لداري المعطي، وصلت للمكان اللي مدفون فيه الدين القديم. يقول الحاج المعطي: أنا عاوتاني حافظت على الهدوء ديالي والثبات نتاعي وقوة إيماني، وقلت ليه بصوت قوي وعالي في ديك الخربة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. شكون انت؟ وشنو جابك لهذا المكان المهجور؟ ضحك واحد الضحكة ثقيلة كتردد في الحيطان تاع الطوب وقال: أنا يحرائيل مالك هذا المكان والحارس عليه. سحطوط ولدي حكالي على التحدي نتاعك ليا، سحاب ليك باللي القرآن تاعك غيمحي القسم اللي درتو نهار ضربتي ولد حرموت بالشاقور في الوزين. هاد الشاب وهاد السحر الأسود غير سبوبة درتها باش نجيبك حتى لهنا، فين قوتي وقبيلتي كاملة حاضرة معايا دابا. غير قال هاد الكلام صدقوني الريح بدا تيصفر وتيدور في ديك الخربة والجو تقال كتر وكتر، وحسينا أنا والفقيه باللي المكان ظلام ورجع عامر بخيالات تنشوفوهم وأجسام ما باينينش ولكن تنحسوا بها كاينة معانا. الخوت، المعركة المباشرة بين التوحيد والقرآن وبين أعتى ملوك الجن والانتقام ديالو بدات رسميا دابا. أنا والفقيه زيرنا الطرح، وقفنا بثبات وبدينا نرفعوا الصوت نتاعنا بآيات الكرسي وصورة الجن بصوت واحد اللي زعزع داك المكان وبقوة. ولكن يحرائيل ما كانش بحال سحطوط، كان صامد وعينين الشاب كانوا ما تيرمشوش ومفتوحين وعامرين بالشر، وصدره كان تيدير واحد الصوت اللي كان غريب سبحان الله. وفي اللحظة اللي كنا مركزين فيها كامل قوتنا والخبرة نتاعنا مع يحرائيل باش نخضعوه وتضعاف قوته ويستسلم، وقعات لنا واحد الحاجة اللي قاع ما كانتش في الحسبان نتاعنا. وذاك الشاب الكبير مسكين اللي جا معانا واللي كان جالس حدا باه بدا ينتفض حتى هو في بلاصته، عينيه داروا وتقلبوا وبدا تيخرج من حلقه واحد الصوت وواحد الضحكة استهزائية مرعبة، نفس الضحكة الاستفزازية اللي سمعناها البارح في الظهر. سحطوط استغل القوة نتاع باه يحرائيل والروينة اللي ناضت في الخربة وتسلل في لحظة غفلة ودخل في البدن نتاع الأخ الكبير باش يشتت لنا الانتباه نتاع هذه المعركة ويضعف القوة نتاعنا. الأخ بدا تيتلوى مسكين في الأرض وبدا يضرب بيديه ورجليه في الحجر والتراب ويوجه كلامه ليا بواحد الغضب: واش يسحاب ليك غتغلب با يحرائيل بوحدو المعطي؟ هاد الليلة غنشتو جميعكم وفي هاد الخلا وما غتخرجوا من هنا حتى تدفعوا الثمن كاملين. الأب السي البشير مسكين تخلع كتر وكتر وبدا يبكي ويغوت من اللي شاف ولادو بزوج طاحت عليهم هاد اللعنة قدام عينيه في وسط هاد الخربة المهجورة. رجعات صعيبة بزاف والضغط كبر علينا أنا والفقيه، حيت دابا ولينا مواجهين جوج شياطين في نفس الوقت. وفين؟
في أرضهم وفي وسط عشيرتهم وناسهم. شفت في الفقيه في وسط هذه الحرب وديك العاصفة نتاع الخوف، وكنا عارفين باللي إلا تشتت التفكير ديالنا ولا ركبنا التردد والخوف ولو لثانية وحدة، القوة نتاع إسرائيل وسحطوط غتغلب علينا. غمزت الفقيه وتبت رجليها في التراب، وقررت نغير الخطة في البلاصة باش نردوا ليهم هذه الضربة. هززت راسي للفقيه ودرت عند السي البشير الأب اللي كان مرعوب ومصدوم في ولادو بجوج، وقلت ليه بصوت قوي وتيطمن: السي البشير، ثبت قلبك وشد راسك معانا واستعن بالله، وشد ولدك الكبير من رجليه وما توقفش لسانك من التكبير، وما تخافش السي البشير، راه الله معانا. الفقيه في البلاصة فهم الدور ديالو، مشى اتجه للأخ الكبير اللي تلبس بيه سحطوط، وحط يدو فوق راسو وبدا تيقرا عليه بصوت جهوري وسريع بآيات الحرق والعذاب باش يشغل سحطوط ويحصر الحركة ديالو. أما أنا فبقيت مركز كليا على الجسد نتاع الشاب المريض اللي فيه الملك إسرائيل. ثبت يدي اليمنية فوق جبهته وزدت قربت من راسو وبديت تنقرا أواخر سورة البقرة وسورة ياسين وآيات إبطال السحر بصوت حاد زعزع الخربة كاملة، وبديت تنكرر: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كل كلمة كانت تتخرج من لساننا في ديك الخربة المهجورة كانت بحال الشهب النارية اللي تتنزل على إسرائيل وسحطوط واللي كانوا معاهم من الجن. المكان بدا تيزيد يظلم، ولكن نور التوحيد والقرآن كان هو السلاح ديالنا. سحطوط في البدن تاع الأخ بدا يغوت ويترجى الفقيه حيث القرآن كوى وحرق ليه العروق نتاعو، بينما إسرائيل في الجسد نتاع الشاب بدا يضغط ويزير على أسنانه ويتقال في التنفس. وهنا الشر اللي كان في عينيه والوعيد اللي كان يتوعد فينا ويهدد فينا بدا يتحول الخوف وهزيمة. قلت لي إسرائيل وأنا ضغط بيدي على راسه: اخسأ يا عدو الله، لا أنت ولا قبيلتك تقدروا توقفوا قدام كلام الله، كلام رب العالمين اللي هو القرآن الكريم. كشف على مكان السحر الأسود ونقلع من هنا أنت وولدك في الحين، وإلا والله لنحرقنكم بكتاب الله حتى لا يبقى لكم أثر. إسرائيل بدا يتنهد بواحد الصوت اللي باين غارق في العذاب نتاع آيات الحرق وآيات إبطال السحر، وصوت اللي كان مبحوح، وبدا الجسد نتاع الشاب تيترعد كامل في التراب وهو ينطق بصوت ضعيف مكسور وقال: حبس المعطي، حبس كلام الله، السحر الأسود راه مدفون في الحيط القبلي نتاع هاد الخربة تحت واحد الحجرة كبيرة مهدومة ومغطية بالتراب. فكوه وأنا غنخرج أنا وولدي سحطوط وما غنرجعوش لهاد العائلة أبدا، ولا نعاودوا مازال نجيو من طريقك السي المعطي. راك غلبتينا وهلكتنا بالقرآن اللي تتقرا وباليقين تاعك في الله تعالى. غير سمعت كلامه شفت جهة السي البشير وولده الكبير اللي بدا سحطوط ينسحب منه ويكحب ويسترجع وعيو غاب شوية. قصدنا الحيط القبلي أنا والفقيه نتاع الدار القديمة، بدينا نحفروا ونحيدوا في التراب ودوك الحجارين الكبار اللي طايحين، حتى لقينا فعلا تحت حجرة كبيرة واحد الرزمة نتاع التوب، كحل ملفوف ومربوط بخيوطة وعليه قفل والعقد نتاع السحر. جبدنا داك السحر المردوم وجبنا كاس نتاع الماء المقري فيه القرآن وبدينا نقطعوا دوك العقد وهرسنا داك القفل اللي كان قديم بزاف وفكينا دوك الخيوط وخوينا الماء المقري عليهم. في ديك اللحظة بالذات خرجت واحد التنهيدة ثقيلة من الفم نتاع الشاب المريض وتبعها صوت فحيح قوي اللي مشى وغبر وتلاشى في داك الخنا، وشربناه من داك الماء المرقي وغسل وجهه وهو سبحان الله إلى وجهه تنور ورجع للون الطبيعي نتاعو ووقف على رجليه وحل عينيه الحمد لله.
يحرائيل وسحطوط والجنود ديالهم انسحبوا، وتقسمات الشوكه ديالهم في مره في ديك الخربه. غير خوينا الماء المقري على داك السح وفكينا العقد، حتى الجو في ديك الخربه رجع هادي وزوين وتيبان هادي بحال ما كانت حتى حاجه. وداك التقل والخنقه اللي كانت قابضه لينا على الصدر في داك الخلا مشات وغبرات تماما ولله الحمد. الشاب المريض تحلو عينيه كيف ما قلنا بشويه بشويه، وشاف باه وخوه بحال الا كان غاطس في شي حلم خايب، وفاق منه. هزينا الولد وخوه وركبنا كاملين في الطوموبيل ورجعنا للدار. ولكن المعركة ما تسالاتش في ديك الخربة وصافي. أنا وصاحبي الفقيه كنا عارفين باللي الأجساد نتاعهم دازت عليهم حصة صعيبة وتكرفسوا من قوة الصرع والتلبس نتاع يحرائيل وسحطوط. داك الشيء علاش أعطيناهم برنامج علاجي فيه الاغتسال بالماء المقري اللي فيه القرآن، والدهن بالزيت، والاغتسال والالتزام بأذكار التحصين وأذكار الصباح والمساء باش يبقاو محصنين هكذا النهار كامل سواء بالنهار أو بالليل. وبقينا تنتردوا عليهم في الدار، يعني كل مرة تنزوروهم في الدار، وزدنا معهم شحال من حصة نتاع الرقية والتحصين حتى تأكدنا 100% باللي الشاب وخوه الكبير شافوا تماما ولله الحمد، ورجعات لهم صحتهم كيف الأول، والابتسامة رجعات لدوك الوالدين مساكن اللي كانوا هازين الهم لوليداتهم. من بعد هذه الملحمة الكبيرة رجعت لحياتي العادية بين خدمتي وبين المسجد والدروس والدعوة إلى الله تعالى. كنت كل يوم تنجلس مع راسي ونحمد الله ونشكره على هذا النصر والتمكين، وعلى هذا الفتح اللي عطى ليا ولصاحبي الفقيه بالقرآن والتوحيد قدام أعتى ملوك الجن والشياطين. وداز تقريبا شي شهر على هذه الواقعة. في واحد الليلة توضيت وصليت كي عادتي، ونعست على الشق الأيمن وأنا تنقرأ أذكار النوم. في ديك الليلة شفت في المنام رؤيا صادقة وغريبة وعجيبة سبحان الله. شفت راسي واقف في ديك الخربة المهجورة بالذات، ولكن ما كانتش مظلمة ولا تتخوف كيف ما كانت مضوية بواحد النور اللي تيريح القلب. وفي وسط ديك الدار القديمة كان واقف راجل لابس ثوب أبيض فيه واحد الهيبة وسكينة اللي ما تتوصفش. غير قربت منه عرفته في البلاصة، كان هو قاضي الجن المسلم، نفس القاضي اللي حضرت في محكمته في ديك الواقعة عند الشجرة القديمة يا مات لوزين. شاف فيها بواحد النظرة اللي كان فيها هيبة وحضور، وتبسم في وجهي وهو يقول لي بصوت فيه وقار وأدب: وفيت بالعهد نهار كنتي جاهل المعطي، ونصرت الحق اليوم ملي رجعت عالم بكتاب الله، وما كان الله ليضيع أجر المحسنين. وهو يشير لي بيده لجهة الحيط القبلي فين كان مدفون السحر الأسود. شفت في ذاك المكان وتصدمت ملي لقيت محطوطة فوق ديك الحجرة النيت 7 عظمات نتاع الغنمي بيضة وتتشع بالنور، ومربوطة بسبحة نتاع العقيق الأبيض. وكانت هي نفس العظام اللي كنت تنحطهم ككفارة عند الشجرة في لوزين قبل هذه 34 سنة. باللي قربت ليها ذاك المنام لقيت مكتوب عليهم بماء الذهب آية واحدة تتشع بالنور: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فقت في البلاصة من الناس ولساني تيكبر ويحمد الله، وقلبي عامر بواحد السكينة غريبة. فهمت ديك اللحظة من ديك الإشارة باللي قاضي الجن المسلم والجنود ديالو من المؤمنين ما كانوش غايبين، وكانوا حاضرين في ديك الملحمة بين الخير والشر في ذاك الخلا، حيت جاو آزروا ونصروا أهل التوحيد والإيمان. وحتى لهنا الخوت غتكون القصة نتاع الحاج المعطي بهاي حرائيل وسحطوط كملات وسالات. نتمنى القصة تكون نالت الإعجاب نتاعكم.
ما تنساوش الدعم نتاعكم كيف العادة، لايك وتعليق زوين واشتراك في القناة باش هكا تشجعوني ومنها توصلوا كل جديد في قصص الرعب وقصص الجن. وعلاش لا، بارطاجي القصة مع اللي تعرف عندهم بحالك هرمون سماع قصص الرعب وقصص الجن. هذا أنس يحييكم ويستودعكم الله من شر أعين الجن والإنس والشياطين، وحتى القصة المرعبة الماجية إن شاء الله تعالى. ومن التما غنقول لكم استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.